السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي مطبخ مني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معانا كيكة. معانا هنا الكريم شانتيه. ده كريم شانتيه سايب، حطينا عليه كوباية لبن ساقعة وضربناه بالشكل ده. تمام، هنحطه دلوقتي في الفريزر. متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة وتفعلي الجرس. معانا 4 بيضات ومعاهم فانيليا. تمام، هنضربهم بالشكل ده. هنحط عليهم الفانيليا. هنحط معاهم كوباية الا ربع مية دافية. تمام كده، وكوباية سكر. تمام، معانا نص كوباية زيت هننزل بيها على الخليط ده، هنضربها كويس. طبعا قبل ما نشتغل هنكون مشغلين الفرن. معانا هنا كوبايتين دقيق منخولين وعليهم كيس كيك شيف. تمام، خلاص بعد ما ضربناهم مع بعض حطيناها بقى في الفرن خلاص. هنا معانا هنعمل طبقة الكراميل. معانا كوباية سكر هنحطها على النار، مش هنقلب فيها الا بس ما تبتدي تعمل الحروف كده تسيح. تمام كده ساحت. حطينا معاها مكعب زبدة. هنحط نص كوباية لبن. طبعا اول ما ننزل باللبن هنقلب فيها كويس جدا عشان بتمسك شوية، السكر بيمسك لحد ما يفك. وتمام كده الكيكة معانا استوت. بنختبرها كده بالخلة. تمام كده هنخرمها بالخلة. هنحط معاها عليها كوبايتين لبن. تمام كده، ما تنسيش تحطي اللايك. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. تمام كده خلاص، الكريم شانتيه طلعناه من الفريزر. حطينا الطبقة الاولانية دي وبعدين حطيت الكراميل وابتديت اشكلها كده بالخلة رايح جاي. ودي شكلها النهائي. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.